من واتساب هتغير طريقة تفكيرك لاستخدام التطبيق بشكل كامل. أداة رهيبة من الذكاء الاصطناعي، يا ترى إيه هي؟ دخل عالم الذكاء الاصطناعي من أوسع الأبواب وبطريقة جديدة وبأداة رهيبة جدا. هنشوف الأداة دي مع بعض بإذن الله. الأداة دي تخيل إنك تقدر تلخص شات طويل في ثواني، ومش بس كده، الأداة دي تقدر تكلمها أو تسألها أي سؤال تلخص لك أي حاجة أو تكتب لك أي مقال أو تعمل لك أي رسالة بشكل احترافي. وهي مش بس كده كمان، ده كمان مساعد ليك لمدة 24 ساعة. والأداة دي موجودة جوه التطبيق، مش محتاجة انك تدور على اي تطبيقات تانية او تطلع بره التطبيق. فان شاء الله هنشوف مع بعض الأداة دي بشكل عملي. هنشوف الأداة دي يا جماعة مع بعض بإذن الله. دلوقتي اهي موجودة معانا، هي الواتساب كده. بنفتح بالشكل ده. الأداة موجودة فوق العلامة الخضراء دي، انا هضغط عليها اهي. اقدر اقول له اي حاجة انا عايزها. اقول له مثلا طريقة عمل الكيك، واعمل بحث. تمام، واعمل بحث. الراجل هيرد عليا بشكل تلقائي يا جماعه اهو. قال لي المكونات اهو زي ما موجود معانا بالشكل ده، بيكنج باودر والطريقه كامله يا جماعه بشكل مميز. واقدر اختار اي حاجه، اي موضوع انا عايز اساله فيه اقدر اساله فيها. يعني الاداه دي هتتوفر بشكل تدريجي وتحديثاتها اكيد جايه. لو ما جربتش الاداه دي جرب معانا الاداه، ان شاء الله هتنفعك. تفتكر واتساب هتعمل ايه في التحديث اللي جاي؟ شاركنا برأيك وباللايك والاشتراك عشان نوصل لك بكل جديد، وكمان ان الفيديو يوصل لكل الناس على اساس ان الناس تعرف الميزة الجديدة دي والأداة الجديدة دي يشتغل بيها ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.